السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة لكل راجل عاوز يغض بصره ويعف نفسه، ولكل ست خايفة إن جوزها يتجوز عليها. لو مش عاوزة جوزك يتجوز عليكي، اسمعي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبصر أحدكم امرأة، لو واحد شاف واحدة عجبته، فليأتي أهله، يعني يرجع إلى البيت فيجامع زوجته. ده هو يعني أثار الأمر شهوته، فإن ذلك يرد ما في نفسه. شوفوا بقى الحديث ده، والله العظيم يدرس. حديث ده قائم على نفسية الرجل بنسبة 100%. ليه بقى؟ الدافع رقم واحد عند كل الرجالة علشان يتجوز هو الرغبة الجسدية. الراجل عاوز يتجوز علشان الرغبة الجسدية بتحركه. والدافع رقم واحد عند الستات الحاجة العاطفية، هي عاوزة حب ورومانسية، وهو عنده رغبة جسدية. ده رقم واحد، في حاجات تانية ولذلك أي راجل يقول لك أنا عاوز أعف نفسي. طب أنت عاوزة تعف جوزك، مش عاوزاه يبص لواحدة تانية. استوعبيه جسديا، استوعبيه جسديا. ليه؟ لأن الراجل لما يبقى عنده رغبة جسدية بيبقى شايف كل الستات حلوة. لما تنطفئ هذه الرغبة وهذه الشهوة، ايه اللي بيحصل؟ بتبقى رغبته في كل النساء منعدمة، حتى زوجته خلاص كلهم اخوات، مفيش مشكلة. فالست احيانا تقول لك اصل هو اصلا كده كده مقصر معايا. احنا عندنا مشكلة في مصر، ان معدل الذكورة تراجع بنسبة 60% بسبب سوء التغذية والاكل اللي فيه هرمونات كتير ومش عارف ايه وكده. ولكن بالرغم من كده احيانا الرجل حتى لو عنده يعني تراجع او ضعف، بتجيله رغبة، بتيجي وتنطفئ. فالزوجة اللي عاوزة تستوعب جوزها وتغض بصره وتساعده على غض البصر، تفعل ذلك حتى ولو كان مفيش رغبة عند الراجل. والراجل اللي عاوز يعف نفسه يذهب يعمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تقع في نفسك شهوة إلى امرأة فليذهب إليها. في رواية يقول لك إيه: فإن ما عندها هو ما اللي مع دي هو اللي مع دي. يعني الستات كلهم واحدة واحد زي ما بيقولوا يعني. فالحديث ده بيقول للراجل انت عندك طريقة تعف بيها نفسك، وبيقول للست لو انت خايفة ان زوجك يبص لحد، استوعبيه جسديا. في غلطة بقى بيقع فيها كثير من النساء، وهي ايه؟ لما تحس ان زوجها مثلا بيكلم واحدة او على علاقة بواحدة او مش عارف ايه، بتنفر منه، تقول لك انا قرفانة منه، انا مش طايقاه. فتقوم تديله دافع زيادة ان هو يبص بره البيت. وده خطأ كبير جدا. يبقى الست الذكية الحكيمة تبقى عارفة ان الحاجة دي نفسية. الراجل لما تثور رغبته الجسدية بيبقى يعني شايف كل الستات ملكات جمال، وممكن زوجته اللي موجودة في البيت منكدة عليه، زعلانة متضايقة، فيبص بره البيت. لا، انت استوعبيه جسديا، تنطفئ هذه الرغبة، والراجل يركز في شغله وفي حياته. طب هو يا شيخ يعني ظروفه صعبة ومش عارف ايه. خلوا الامور دي تبقى ماشيه بترتيب. لان في بعض الناس بتشتكي ان هم بيقعدوا بالشهور ما بتحصلش علاقه، وده امر في غايه السوء. فاذا اردت ان تعفي زوجك وتخليه ما يبصش لاي ست ويشوف اي ست واحده عاديه ما فيهاش مشكله، تستوعبيه جسديا. واذا اردت ان تعف نفسك، يعني اقضي وترك من زوجتك. لو شفت واحدة وقع في قلبك شيء، افعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حل سحري لمشكلة القلق ما بين الزوجة وزوجها وهي خايفة ان هو يتجوز عليه. استوعبيه جسديا، مش هيفكر في الموضوع ده خالص. ربنا يحفظ بيوتنا جميعا.